غيرت فنانة فلسطينية مقيمة في تركيا رسم الكاريكاتير الذي نشرته صحيفة شارلي إبدو الفرنسية بعد أن كان في شكله الأول يسخر من الزلزال الذي أصاب عددا من الولايات الجنوبية في تركيا. ونشرت الفنانة المختصة في فن الغرافيك أبرار صباحا مقطع فيديو عبر حسابها في تويتر لخص أبرز الخطوات التي غيرت فيها شكل كاريكاتير شارلي إبدو الساخر إلى لوحة أخرى، بعد أن أبقت على بعض من التفاصيل الرئيسة في الرسم. وأثارت صباح الفلسطينية الإعجاب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وحصل مقطع الفيديو الذي يوثق رسمها على أكثر من 228 ألف مشاهدة عبر تويتر فقط، وأجمعت كل التعليقات على أنه أفضل رد على الكاريكاتير غير الأخلاقي الذي نشرته شارلي إبدو. وكتب آخرون عبر حساباتهم أن أبرار رسمت الأناضول القوية التي تنهض وتبعث الحياة في نفوس ساكنيها بعد كل مصيبة ألمت بهم. وقبل يومين أثارت الصحيفة الفرنسية غضبا إزاء فعلتها، في حين رأى عدد من الصحفيين والكتاب أنها باتت عارا حقيقيا على فرنسا بسبب إثارتها خطاب الكراهية بشكل شبه يومي.